أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا إن شاء الله، موضوع من أجل أسرة متماسكة. في الحلقات السابقة تكلمنا في العوامل الداخلية والخارجية اللي تجعل الأسرة أكثر تماسكا وأكثر ترابطا. اليوم نأتي كيف نعزز في أبنائنا التماسك الأسري، كيف نقرص في أبنائنا أنه من سن مبكر كيف يكون هم يعني عندهم هذه الإحساس والمسؤولية، يكون أبنائنا من وقت مبكر نقرص فيهم هذه القيم. يعني حقيقة نحن لأنه الآن نعيش في زي ما كل مرة أذكر أنا في كل حلقة بشكل مستمر، نحن نعيش في دول في مهجر ونعيش في بيئة مختلفة عننا تماما، وأحيانا نعيش في بلادنا نفسها أو مع مجتمعنا. لكن أصبح الآن العالم كثرة التحديات، كثرة الوسائل، هذه التغيير الحاصل بالنسبة في الزمن نحن نعيشه الآن يحملنا مسؤولية كبيرة، يحملنا واجب أكبر، يحملنا إنه نحن لابد أن نكون يعني نواجه هذا التحدي ونعمل كمان نجدد في وسائلنا. يعني بصراحة لأنه يعني الآن يعني يمكن أبنائنا يعيشوا في وسط بحار من الأمواج ويعني سبحان الله كل ما يعني الواحد يعني مهما تحدث في هذا الموضوع فيمكن الوقت حتى يعني قد لا يسع. لكن عموما بما أن نحن نعيش في هذه التحديات، كيف نقرص في أبنائنا، كيف نعزز في أبنائنا التماسك الأسري من وقت مبكر، نجعلهم مرتبطين بنا. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: فبما رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمن هذه الآية يعني حقيقة ممكن نستخلص منها قيم تربوية، نستخلص منها قيم يعني ممكن نستفيد منها في حياتنا العامة وفي حياتنا الخاصة. الرحمة والتعامل، وإنه الوالدين لما يكون هذا نهجهم، هذا هو أسلوبهم، يجعل الأسرة متماسكة. فما ممكن أنا أطلب من ابني يكون يعني متماسك بينتمي للأسرة وأنا أصلا إذا كنت أنا فظا غليظ القلب. فواحدة من العوامل الهامة، من الأشياء الهامة جدا نحن في تعاملنا كأسرة، إذا كانت الأسرة الصغيرة أو الأسرة الممتدة، لابد أن نكون رحماء فيما بيننا، يعني يكون علاقتنا يسودها المودة والرحمة والرأفة، وهذا ما جاء في كثير من الآيات. فمن الأشياء الأساسية جدا أن تكون في الرحمة والتعاون والتشاور حتى فيما كل ما يتعلق بالأسرة. القدوة الحسنة نحن نقصد بها للوالدين وللأخوة الكبار، دائما نحن نكون قدوة حسنة في جميع جوانب الحياة، ليس فقط في جانب واحد. أنا أكون قدوة أنا لما أكون أنا متواصلة مع أهلي، متماسكة مع أسرتي، بالتالي أبنائي يعني هم يتعلموا من خلال اسمه التوجيه بالنموذج. يعني قدوة أنا أكون نموذج طيب، نموذج حسن، أكون نموذج إيجابي لأبنائي. وده بيحصل أحيانا حتى ما بين الزوج والزوجة، الأم والأب، إذا كان هم قدوة أمام الأبناء، تعاملهم كيف الزوج والزوجة، هل بيناتهم في توافق، هل بيناتهم ثقة، تعامل. طريقة تعاملنا نحن كأولياء الأمور وكزوج وزوجة وأم وأب صراحة هي تنعكس على مفهومنا نحن حتى أبنائنا لمفهوم الأسرة نفسها، نظرتهم للأسرة نفسها. فدي واحدة من الأشياء الهامة جدا، القدوة، نكون قدوة حسنة، يكون دورنا إيجابي، نسعى دائما لأنه نجعل الأسرة أسرة بيئة آمنة، نجعلها أسرة يعني يسودها السكينة والمودة والرحمة. فالقدوة الحسنة يعني مهم جدا
إذا كان الأب هو ما يتواصل مع أسرته، قاطع رحمه، كيف حيكون الأبناء يكون عندهم يعني شعور بالانتماء للأسرة ويتمسكوا بها؟ يعني حقيقة دي واحدة من النقاط الهامة جدا. وإحنا أحيانا تسرقنا ظروف الحياة ونلتهي وننسى إنه نحن نمثل نموذج للأبناء يعني. فأبنائنا بصراحة هم أذكياء جدا، يقلدون في كل شيء. قصة أخرى اللي هي موضوع الأسرة، الترابط وتعزيز قيم صلة الرحم. ودي يمكن أنا واحد من الأخوة يقول هو الآن عمره تقريبا 62 سنة، فيقول أنا يعني حصل بيني وبين أخوي يعني سبحان الله يعني في فترة من الفترات يعني رغم أنه كبير في السن لكن طريقة التعامل، طريقة الأب والأم أثرت فيهم وهم في هذا العمر. يقول يشعر أنا ما بشعر بأي انتماء لأخوي يعني سبحان الله، رغم هم أخوة أشقاء. فنظرتنا إحنا كأم وأب مثلا من سن مبكر ما حاولنا نحن نقص في أبنائنا، الأبناء يجلسوا مع بعض. هذا الجو الأسري بصراحة له تأثير كبير. تجد أنه يقول لك الأخوة بعد يعني هي عملية مسألة كانت من سن مبكر كانت لها في عملية التنشئة لها دور كبير. الأم وأب ما كانوا قدوة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى يعني. الجانب الثاني اللي هي نخصص وقت للجلوس مع الأبناء، وده اللي ذكرناه في العوامل الداخلية. يعني أحيانا يكون سبب في إنه الأسرة غير متماسكة الأب الغائب والأم الغائبة، الأب الغائب الحاضر والأم الغائبة الحاضرة، في معنى إنه يكون عندنا وقت نجلس معاهم، ليس فقط في إن إحنا نجلس معاهم في البيت وكذا، لا حتى نخصص أوقات يكون عندنا برنامج خلال العام ندخر مبلغ من المال، نخرج في رحلات، في جلسات أسرية، يكون عندنا زيارات نربطهم بالأقارب بالأصحاب الصالحين. فهذه الجو الاجتماعي بصراحة بيجعل الأسرة أكثر تماسكا. فتجد إنه أحيانا أول ما يحصل في عطلة الصيف في أسرة مثلا تمشي تزور أقاربها في أي دولة ما، فتجد إنه يقول ابني يا ريت أنا كنت أعرف أهلي وخالاتي وأعمامي من زمان يعني، فيقول أنا محروم يعني عشت حياتي كلها وما شفت أهلي وكذا. فدي كلها من الجوانب اللي تجعل البرامج اللي نفكر أن إحنا كيف نخلق هذا الجو الاجتماعي. وصراحة هي أحيانا مش ليس فقط عدم الإمكانيات لكن عدم مفهوم نظرتنا حقيقة، ما يكون عندنا النظرة البعيدة، نظرة إنه كل ما طال الزمن وكل ما بقينا إحنا غايبين عن أسرنا عن مجتمعنا، بالتالي حيأثر في تماسك الأبناء. يعني كيف نحن الأبناء نقول لهم اتصل لجدتك لخالتك لعمك، طيب هو ما يعرفهم أصلا، هو ما شافوا في حياتهم، حتى ما يتواصل معاهم. الآن الوسائل زي ما ذكرت الوسائل هي سلاح ذو حدين. الآن ما شاء الله بالزوم الناس تحضر مناسبات زواج. يعني أتذكر في واحد من الأخوة عنده أقارب في أستراليا والظروف ما مكنته يحضر الزواج، فحضر الزواج كأنه هو موجود معهم بكل تفاصيل المناسبة. فنحن عندنا وسائل، عندنا إمكانيات. أغلب الأخوة والأخوات اللي عايشين في الغرب عموما عندهم يوم السبت والأحد عطلة، فليش ما إحنا ما نستقل هذه الفرص؟ ليه ما نستقلها بأن إحنا نجعل أبنائنا يتواصلوا مع أقربائهم خلال عطلة الأسبوع وخلال عطلة العام مثل عطلة الصيف، يكون عندنا وقت وبرنامج مخصص كيف أن إحنا نقرص في أبنائنا، كيف نجعلهم وهم متماسكين مع أهلهم، وبالتالي نكون إحنا عززنا مفهوم التماسك الأسري بدون ما نعطي فيه محاضرة، بدون ما نعطي فيه دروس للأبناء، لأنه الأبناء يتعلم مننا بالتقليد. يعني هم نحن كنموذج بالنسبة لهم. إعطاء الأبناء حقوقهم وهذه مسؤولية حقيقة الآباء والأمهات، إنه نحن مثلا نتخذ بعد أحيانا لما نعطي حقوقهم هي اللي هي يدخل فيها موضوع الوقت، حقهم في الاحتياجات، حقهم في العطف، حقهم في كل الجوانب. يعني أنا أشعر إن ابني أعطيه حقه من الحب والحنان، أعطيه حقه من الرحمة، أعطيه حقه من الوقت اللي أنا لابد أن أستمع لابني أجلس معاه حتى ينتمي لي انتماء صحيح. فهذه واحدة من العوامل اللي تجعل الأبناء نعزز فيهم التماسك الأسري. أنا إذا كنت ابني ما له وجود في حياتي أو أنا ما لي وجود في حياته، فكيف حيتمسك بي؟
ويمكن دي يعني استحضر قصة حصلت لشابة عمرها 19 سنة، حصل موقف بينها وبين يعني أمها والدينا يعني. ففي لحظة الغضب، في لحظة الانفعال، البنت تقول لهم أنا أول ما تصلوا سن معين وإذا ربنا يسر أمري وأنا بقى عندي إمكانيات أنا حوصلكم دار العجز. يعني سبحان الله. فأحيانا أبنائنا في لحظة الغضب، لحظة الانفعال، وتبدر منهم أشياء هم يعانوا منها داخليا. نحن أحيانا ما نكترث، ما ننتبه لكل هذه المشاعر اللي هم مشاعر الحرمان، مشاعر عدم الأمان. فنحن لابد أن نلبي هذه الاحتياجات، وهذه تعتبر الاحتياجات الهامة جدا. ألا في الجسد كما جاء في الحديث: ألا في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. إحنا في عملية التربية، في عملية الإرشاد دائما نركز يعني بشكل أساسي على الجانب الوجداني، على الجانب العاطفي، لأن الإنسان لما يكون داخليا عاطفيا هو يشعر بفراغ كبير، فبالتالي ما حيكون عنده انتماء وولاء لهذه الأسرة. فيكون من دورنا نحن ليس فقط نلبي احتياجات المادية، ان احنا من ملبس ومن مأكل، لا، نحن دورنا يعني الأساسي نحن كيف نجعل أبنائنا مشبعين من كل هذه القيم، وبالتالي هم نفسهم حيبادلون هذا الإحساس. الشعور بالانتماء انه يشرك الابن، مثلا انا اعطيه مجال في الحوار واستشيره في بعض الامور. يعني احيانا حتى لو كنت في النهايه انا حانفذ رأيي أو قراري باعتبار أنا كبيرة، لكن الآن أبنائنا في هذا الزمن ما شاء الله يعني ممكن في أشياء كثيرة أحيانا تفكيرهم نظرتهم متقدمين علينا في بعض الأشياء. فإحنا نعطي أبنائنا مكانتهم، نعطيهم مسؤوليات، نشعرهم بالأهمية، نجلس معاهم. إيش رأيكم؟ حتى في واحدة من الأشياء اللي تجعل الطفل أو الابن متماسك وتعزز فيه الانتماء للأسرة نفسها، اللي لما أنا أشركه في احتياجات الأسرة أقول له إيش رأيك؟ نحن ميزانيتنا مثلا مبلغ قد كده واحتياجاتنا مثلا قد كده، إيش رأيكم يعني نبدأ من أي واحدة من في أولوياتنا؟ ده ما يمنع أن أنا أكون أنا الموجهة، يعني زي ما تقول يعني في النهاية القرار يكون بيد الأم والأب، لكن نحن نشعرهم بهذه الأهمية، نشعرهم نعزز فيهم قيمة الانتماء، نعزز فيهم قيمة الإحساس بالمسؤولية تجاه الأسرة، نوزع المهام لكل الأبناء. فلما أنا أشعر بأن أنا جزء من هذا الجسم، جزء من هذه الأسرة، فأنا بالتالي عززت واستطعت أن أجعل ابني متماسك مع الهز، يكون هو حريص على أخوانه وعلى أخواته. ويعني دي قيم يعني بصراحة قيم هامة جدا. نحن نستطيع أن نحن من الآن كيف نحن نربي في أبنائنا. أقول هذه رسالة للإخوة والأخوات المقبلين مثلا في حياة، مثلا في بداية الحياة، وكذلك اللي هم مقبلين على الزواج، واللي إخوة الكبار كمان هم الآن قدوة للأحفاد. يعني في كل فئات المجتمع نحن نحتاج، لأن نحن نعيد طريقة تفكيرنا، نعيد نظرتنا للأمور. نبدأ أن تأتي متأخرا خير أن لا تأتي، يعني إحنا ما مضى خلاص مدى يعني، لكن نستطيع الآن نحاول نحتوي يعني أشياء، نستطيع أن إحنا الآن نجعل الأسرة مترابطة، متماسكة، متعاونة، متفاهمة، متناصحة، يعني يكون بينات الثقة متبادلة. أذكر في الحديث ابن عباس يقول في الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني سبحان الله في هذه الآية يعني بشارة عظيمة جدا للوالدين وللزوجين وللذرية إذا كانوا ذكورا وإناثا. يعني سبحان الله رب، أو يعني وعد الله سبحانه وتعالى أنهم كما اجتمعوا في هذه الدنيا وسبحان الله ربي أوعدهم أنه إن شاء الله يعني ربي يلحقهم يعني بذريتهم إلى سبحانه في جنات العليم. فهذه بشارة، وهذه يعني يمكن تعتبر من الأشياء العظيمة جدا، كيف ذريتنا أن ربي أكرمنا ليس فقط في هذه الدنيا، لكن أن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكرمنا في الحياة الآخرة في الفردوس الأعلى. وما في يعني حقيقة ما في شيء بشارة أعظم من هذه البشارة. فيعني نسأل الله أن يجعلنا من أولئك إن شاء الله الذين بشرهم الله بالفردوس الأعلى، ويجمعنا بذرياتنا إن شاء الله في جنات النعيم. أختم إن شاء الله لقائنا بهذه الآية، وإن شاء الله نكون نحن
فعلا قدوة حسنة، ونعزز في أبنائنا التماسك الأسري. وإن شاء الله نلتقي بكم في موضوع آخر وإن شاء الله مواضيع أخرى، وبإذن تعالى إن شاء الله يتجدد اللقاء في الحلقات القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل